ورجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده من سلسله كل يوم كلمه جديده في رمضان الساعه 12 بالليل عشان ما حدش فاضي الصبح. وكلمه النهارده هي غسيل الاموال او ماني لوندرنج. ولو مهتم تعرف عن غسيل الاموال كمل الفيديو وانت مهتم تعرف ليه. ببساطه عمليه غسيل الاموال هي عمليه تحويل الفلوس اللي جايه من الطرق الغير قانونيه زي مثلا تجاره المخدرات وتجاره السلاح والاحتيال لفلوس شكلها قانوني عشان يقدر صاحبها يستخدمها بشكل قانوني وبحريه. عمليه غسيل الاموال بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله وهي عمليه الايداع او البليسمنت، ودي المجرم بيحاول يحط الفلوس الغير قانونيه دي في النظام المالي زي انه يحطها في البنك لا قدر الله او ان هو يحطها في عقار او في مشروع. وده يوصلنا لتاني مرحله وهي التمويه او الليرنج، وهنا الفلوس بتخش في عمليات بيع وشراء كتيره سواء في عقارات او في المنتجات اللي المشروع فتحناه في المرحله الاولى او ان انت تدخلها في شركات اجنبيه. وبعد كده بنوصل لاخر مرحله وهي الدمج او الانتجريشن. في المرحله دي الفلوس بقى شكلها قانوني ويقدر صاحبها يستخدمها براحته، يشتري بقى عقارات اكتر ويفتح بيها مشاريع اكتر، وكده بقت الفلوس بتاعت صاحبها بشكل قانوني 100%. وكمثال بسيط هنفترض ان في واحد اسمه احمد جاله فلوس بطريقه غير قانونيه، فحب ان هو يبدا غسيل امواله، ففتح سلسله محلات اسمها بقشطه، وبدا يدخل باقي الفلوس الباقيه دي على اساس انها ارباح للمكان وان هي مشاريع للمكان وان هي ماركتنج للمكان، واشترى منتجاته تاني بهدف ان هو كده عمل ارباح للمشروع ده اكتر. فيبقى كده الفلوس الغير قانونيه اللي بدات مع احمد دي فتح بيها مشروع بقشطه واشترى منتجاته، فبانت ان الارباح دي كلها ارباح المشروع نفسه. وبكده تتحول الفلوس من فلوس رديئه او غير قانونيه لفلوس نظيفه يقدر يستخدمها براحته ويفتح فروع تانيه براحته. واديني كده قلت لك ازاي تغسل فلوسك المره الجايه لما تلاقي حته الاثار بتاعتك. ربنا معاك. ودي كانت نهايه الحلقه السابعه من سلسله كل يوم كلمه جديده في رمضان الساعه 12 بالليل عشان ما حدش فاضي الصبح. استنونا الحلقه الجايه، ولو انت ما عملتش اشتراك في القناه يا ريت تعمل، او ما عملتش في البيج على تيك توك يا ريت تعمل، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.